100 واحد بيتكلم وكل هدفه ان هو يرفع يعني صوته قوي عشان يبقى هو اللي مسؤول. اول حاجه عشان نتكلم فيها ان احنا عمليه احترام راي الراي الاخر، ان انا بعبر عن رايي. مش معنى الحريه ان انا اتكلم ويبقى الكل هو مجبر ان هو يسمعني ويبقى دي رايي انا اللي بفهم وما يقولي ايه غير كده. طبعا ده خطا كبير جدا، لان لو الانسان اعتقد بينه وبين نفسه اللي هو اللي بيفهم فقد المعرفه، اللي هو فعلا ما بيعرفش حاجه، ما بيفهمش حاجه. الانسان بيفضل يتعلم لحد اخر يوم في حياته. ممكن يتعلم من واحد كبير، ممكن يتعلم من طفل صغير مجرد ان هو بيحكي، ممكن يتعلم من الحيوان. الانسان المعرفه والعلم ليس لها حدود. احنا كبشر يعني مره سمعت كده مقوله يقول لك عفوا في اللفظ ان احنا بنظلم الحيوان لما نقول على الانسان حيوان. ليه؟ بعض الاعمال اللي بترتكب من الانسان في الوقت الحالي يعفى الحيوان عن اللي هو يعمل. في بعض المواقف تلاقي الحيوان بيميل ويحس للحيوان من السلاله بتاعته او من نوع ثاني او من نوع اخر، لان في طبيعته ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وخلق البشر في طبيعته الحنيه والحنان. ما تقوليش ان الواد ده هو مولود بالعنف ده، لا. العنف او الصفات دي صفات مكتسبه من البيئه او من المكان اللي الصفات فيه. اذا انا النهارده لما باجي اتكلم عن العنف مفيش طالب او تلميذ اتولد عنده عنف، لا، هو يكتسبه من الاسره، من العلاقه بين الوالد والوالده، يكتسبه من اخواته، يكتسبه من الشارع، يكتسبه من الدرس، من اي مكان اختلط فيه في البيئه اللي هو المنتج فيها اكتسبناها. طب احنا هنعمل ايه في الزمن اللي احنا شايفينه؟ بتبقى ماشي في الشارع وتلاقي البنت عندها عنف والولد عنده عنف واللي راكب التوك عنده عنف واللي راكب الميكروباص عنده عنف. يعني قد احيانا انا واحد شخصيا من المواقف امبارح ماشي في الشارع والله العظيم ما قدرت اتحرك وقفت مكاني. يعني مش عارف اروح يمين ولا شمال وانا يمكن فوق 50، مش عارف اروح يمين ولا شمال ولا اروح في اي حته. توك داخل كده وتوك داخل كده وعربيه داخله كده واقف مكاني. لان لو بدأت ممكن اتعوض. ده ما كانش الشارع المصري ولا كان طباعنا ولا كانت عاداتنا كمصريين. حتى زمان كنا نفتكر الناس اللي هم من جيلي او من سني كان عيب قوي انك ساعات تفتكر في الشارع بتاعك او في الحاره بتاعتك. يعني حتى لو حد من حاره ثانيه عكسها وانت واقف تبقى خناقه، تلاقي الشارع ده يضرب في الشارع ده عشان ده تفرق عليه في البنت. دلوقتي للاسف بتبقى الجار وربنا يعني وصلنا على مش عايز اقول 7 جار، ده احنا عندنا 40 جار. وصلت تلاقي الجار نازل في الجار وحاجات يعني مش عايزين نقولها. طب ايه اللي جاب العنف ده؟ ايه اساسيات العنف؟ ايه اللي خلانا نستخدم العنف؟ عشان في فكر خاطئ في دماغنا الحريه. الحريه معناها احنا بنفهمه غلط. يعني انا لما باجي اقول انا حر فيما لا يضر مع الاخرين. ده اللي يخصني انا. زي اللي كان بيقول لك المجموعه اللي كانت راكبه السفينه وواحد له جزء تحت قاع السفينه وبقيت الناس فوق فقالوا انا حر في مكاني. يعني لو خرج السفينه سابوه فرغها الناس السفينه كلها ايه؟ هتغرق. يقول لك انا حر. طب لو ضربوه مسكوا السفينه هتنزل، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا احنا مفهومنا للحريه خطا. زي واحد مثلا راكب توك توك وماشي شغل اللي هو بتاع الصف ده ولا يبقى انت ماشي مش طايق دماغك من الصوت اللي عندك. طب انت عايز تسمع، ما انت بتسمع على قدك. انا اذا كان كراجل تعبان او راجل سليم او ان انا اسمع الصوت اللي انت عامل لي ازعاج فيه ده. فهنا ده العرف اللي احنا بنتكلم عليه ومتولد من مفهوم خاطئ ومفاهيم خاطئه في المجتمع ان ده حر يعمل اللي هو عايزه، ما حدش مالي عينه. مفيش برضه في نقطه برضه غياب السلطه. يعني احنا بنقول ان الثوره اللي فاتت يعني عشان ما نحولش الموضوع سياسي، احنا في عوامل متداخله في البيئه بتاعتنا. احنا دخلنا كام ثوره والثورات دي كان لها توابع ونواتج. من نواتج الثورات دي ان احنا فهمنا معنى الحريه غلط. من نواتج الثورات دي ان احنا قلنا ان لا، في كيان لازم نفهم ان في قيمه. زي ما اقول انا عندي ابويا او بابايا او والدي في البيت قيمه رمز لازم احترمه، لان انا لو هربت يبقى اصبح انا ما عنديش قيمه، ما عنديش رمز. لان والدي هو ربنا جعله سبب في وجودي في ايه؟ في الحياه.
لما يجي الوالد يبقى إذا أنا كشخص ثاني يبقى لازم يبقى عندنا قيم ثوابت ما ينفعش نتخلى عنها عشان نقدر نمشي. يعني مثلا عندي وطن، لو بيتي وطني انا اقول فيه اللي انا عايزه بيني وبين نفسي، انقذ زي ما انا عايز، لكن ما ينفعش ان انا اقبل اي انسان من بره يتكلم فيه. زي ما حد مثلا انت قاعد في شقتك او في بيتك، انت بيتك فيه حاجات من جوه انت غير عنها، لكن هل تسمح لحد من بره يجي يشوفك؟ استحاله. ده نفس الكلام، احنا بنقول كده لازم في قيم وعطاء درستها في نفوسنا اللي هي ايه؟ ان احنا نحافظ على وطننا وعلى ديننا وعلى مبادئنا. عفوا. وعلى سلوكنا. لان احنا فين القيم الدينيه بتاعتنا؟ فين اسرنا؟ احنا كنا بنترفع قبل كده في الكتاب بنتعلم، وكنا بنقابل الشيخ اللي حفظنا القران ونبوس ايده، كنا ما بنشوف نتكلم، كنا بنتكلم منه ونشوفنا احنا بنلعب، احنا بنلعب في الشارع، مجرد يقول لك استاذ العربي جه او استاذ الحساب جه نتكلم عشان ما يشوفنيش وانا بلعب، عشان ثاني يوم لو انا مقصر في حاجه اقول له ما انت كنت بتلعب في الشارع امبارح. تمام؟ فاحنا عايزين نبدا نرجع للقيم والعادات والتقاليد بتاعتنا القديمه الصح، واللي هي مش صح نبعد عنها. تمام؟ فانا مش عايز اطول عشان ادي فرصه تاني، وفي النهايه بشكركم وبرجع الشكر لجميع الحضور، واتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.